السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات إيمي. تعالوا أقول لكم على تجربتي داخل مطعم أبو نورة للأسماك في منطقة بحري، وعنوانه كان فين؟ ده قدام شارع الحجاري وبيبص على شاطئ الأنفوشي في اسكندرية، كمان بيفضل ماشي لحد السرايا. ده شكل كده الأسماك اللي موجودة هناك، وتعالى كمان بقى نتعرف على الأسماك اللي موجودة هناك. ده بوري بحري سمكية ان شاء الله، بحر سنجاري وليمون، بيتعمل صينيه بالبطاطس، بتبقى حته موسى مقلي، ممكن مقلي عليه طشه كده خل وثوم. سمكه لوت قطع جزل مقلي، الجوز ده اطعم حاجه ليه صينيه بالبطاطس. السمكه دي تعمل شوربه صياديه او يتعمل مقلي، بيبقى طعم قوي 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 قوي. عندنا الجمبري ده بيتعمل على الجريل او بيتعمل باتر فلاي بالزبده، برضه بيبقى طعم بلدي يا جماعه، خلي بالكم. بيتقطع صوابع كده زي البومفريت. ده الجندفلي البلدي. تعالوا بقى نقول ريفيو عن مطعم أبو نورة. هو السمك طبعا طازة، مفيش كلام. الصنعة هناك برضو عادية، القعدة نقول مثلا درجة تالتة. الخدمة مش أحسن حاجة. طبعا عايزة أقول لكم الأسعار هناك مبالغ فيها جدا مقارنة بالأماكن التانية. الصور اللي انتوا شايفينها دي لقطات من مشاهير وفنانين محطوطة كده على السلم وانت طالع. طبعا الصالة هناك هي ضيقة وصغيرة، القعدة بتاعته عادية، الكراسي والترابيزات قديمة، المكان عادي ومش مبهر كقعدة يعني. طبعا السمك نفسه غالي، الدنيس والبوري والجمبري، في تأخير الطلبات والانتظار كان كتير. تجربتي يعني أكلهم هو حلو، في الجمبري مسكر، البيتر فلاي، الشوربة السي فود كانت معقولة، يعني كانت باردة شوية. الرز ما عجبنيش. عايزة اقول لكم كمان ان هو بيحاسبك على السلطة بالطبق، ودي حاجة برضو ما كانتش حاجة لطيفة. الأسعار بتتغير كل فترة وفقا للأسعار بورصة الأسماك يعني. يعني دي كانت تجربتي داخل مطعم أبو نورة. وانتم متعودين معايا ان انا لما بروح مكان بحب اقول لكم على ريفيو المكان ان كان كويس ولا لا. فانا طبعا بقول لكم عجبني بعض الاكلات. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.